مساء الخير. خلينا نبدأ بس بالمنصورة للدواجن. ده احنا حللناه في اخر فيديو اللي قبل ده على طول، وده اللي حصل اهو المتوقع، لان زي ما قلنا ده علم وارد جدا يتكسر لهبوط الفترة الجاية. ولكن ده مش دليل انه هيكمل على طول، ممكن يصعد الجلسة الجاية شوية وبعد كده يهبط شوية كمان. ده المنصورة للدواجن. طيب خلونا نبدأ تحليل فيديو النهاردة بالاي جي اكس 30 علشان نبص بص عامة إيه اللي بيحصل. خلينا نفتح طبعا الفريم الشهري. انت عندك صعود كبير قوي، وده سؤال جالي اتقال لي ليه حاصل هبوط الفترة دي. وطبعا احنا قلناها بأكتر من طريقة ان كل الناس اللي اشترت من المناطق السفلية دي هتبدأ تبيع عند المناطق العلوية دي. يعني كل الناس اللي اشترت في سنة 22 بيقفلوا مع نهاية السنة. دلوقتي فوارد تلاقي بعض الهبوط، ولكن ده مجرد بس فكرة عامة للاتجاه العام. طبعا الاتجاه العام للبورصة المصرية في صعود حتى الآن، مفيش أي إشارة تثبت إنه هينعكس، ولكن إحنا بنتكلم كفكرة إن الشرط بيمشي زي ما قلنا في فكرة زجزاج في اتجاه يا إما صاعد يا إما هابط يا إما عرضي، أو في قاعدة اللي هي بتاعة الدعوم والمقاومات. طيب خلينا ندخل أول حاجة دلوقتي معانا دلتا السكر طبعا، ونفتح ونبص على الاتجاه العام الشهري. احنا في صعود. طيب نخش على فريمات أصغر شوية. بقالنا كام يوم في صعود، كنا محلينه اهو. دي فكرة كسر القنوات اللي بنقول عليها، وقلنا ان هو لو كسر طبعا القاعدة هينزل شوية، ولكن الاتجاه العام للدلتا صاعد. الاتجاه العام للدلتا صاعد. عندي اشارة شراء قوية اهي، وعندي الاستوكاستيك مديني اتجاه صعود. فاحنا لا نزال في الدلتا في اتجاه صاعد. طيب تعالوا نحلل كده. هتلاقي عندك هنا ادي قاع وقمة، قاع قمة، قاع قمة، قاع، وكسر القمة دي. معنى كده ان ممكن يحصل ريتريسمنت او اعادة تصحيح، وبعد كده يبدأ رحلة صعوده مجددا. فمحدش يقلق منه. لو هبط شوية هتلاقيه متماشي مع قناة جديدة في المنطقة دي كده، قيمة موقعان. احنا زي ما انت شايف خطوات الشغل مهمة جدا يا جماعة. اه تبدأ بايه وتنتهي بايه. احنا بدأنا الاول برسم الزجزاج، وان شاء الله في كورس التحليل الفني هنحدد الكلام ده كويس جدا. اه نرسم ازاي القمة وعلى اساس ايه، والقاع على اساس ايه. وبعد ما نرسم قمة وقاعان بينتج عندنا زجزاج بنرسم على اساسه القناة السعرية اللي احنا بنسميها الماركت رينج. هتبص عندك هنا هتلاقي الاستوكاستيك اوفر بوت. الناس اللي اشترت كلها خلاص خلصت، فعشان كده بقول لك احتمال انه يحصل هبوط الفترة اللي جاية او الكام يوم الجايين. وعندي شمعة بيع قوية ايه. فهننتظر ان ممكن ينزل شوية هبوط، يعني ممكن يوصل عندي لسعر 70.2 مثلا او حاجة. طيب هنخش في اللي بعده. عندنا اوراسكوم. كنا محللينه من فترة، وهتلاقوا كالعادة التحليل عندكم على على القناة. ادي يا سيدي اوراسكوم. قلنا لو كسر المنطقة دي هيحصل هبوط، وعندي ده الحدود بتاعتي المنطقة دي اللي السعر ممكن يبدأ يتحرك فيها بشكل عرضي. خد بالك كل الحاجات اللي انا بجيبها لك دي احنا محلينها قبل كده، وواضح التحليل. واي حاجة انت مش مصدقها او هتشكك فيها هتلاقي الفيديو موجود بتوقيته وبالتاريخ ايام ما كان في المنطقة دي وكنا بنبدأ لسه نحلله. طيب توقعي ايه الفترة الجاية؟ توقعي ان هو ممكن يحصل هبوط تاني الاول قبل ما يحصل صعود. فهنفتح الفريم الاصغر شوية كده عشان نتأكد. عندك يا سيدي قمة موقعان في اتجاه صاعد على الفريم الصغير، وبعد كده بدأ ينزل بقوة. لو كسر عندي منطقة السعر ده اللي هي 0.415 غالبا هيكمل صعود. هو ممكن ما يكسرهاش على طول، المتوقع ان هو ممكن يطلع شوية وبعد كده ينزل حبة، ولكن في النهاية هيحصل عندي صعود، سواء بقى من المنطقة دي او من المنطقة دي، او لو وصل معايا ان هو
طلع لحد فوق وبدأ ان هو يهبط بحيث ان هو يمشي في شكل عرضي. طيب يعني نشتري فيه ولا ما نشتريش؟ انا افضل انك تستنى شوية، يعني افضل ان يبان عندي حتى هيحصل اشارة انعكاسية ولا هيكمل فيه صعوده. فهو مش متضح معانا قوي هو مكمل على اساس ايه. وارد جدا ان هو يكمل صعود شوية وبعد كده يهبط، ولكن انا كنت قايل قبل كده ان هو في منطقة مش عاطفية قوي دلوقتي. طيب نخش على سبيد ميديكال. نفس الكلام حللنا قبل كده وكنا حاطين حدود للسعر، وهو السعر فعلا وصل ونزل لحد هنا اهو، اللي احنا بنسميه اعادة الاختبار او اعادة التصحيح او الريتريسمنت، اللي هي انه يرجع للمنطقة اللي السعر كسرها تاني، وبعد كده وارد ان هو يصعد شوية. طبعا ده احتمال كبير لان هو عامل لي زي ما قلنا علم كبير هنا، لكن انا افضل انك تنتظر حبة، لان انا واضح كده ان انا على الفريم الصغير لسه مكسور عندي قاع اهو. بص كده اللي هيحصل عندك، هتلاقي عندك صعود وهبوط صعود، شايف الزجزاج اللي احنا بنحبه اهو. بعد كده طلع كسر ده، وارد جدا يصعد حبة صغيرين، ده وارد احتمال، وبعد كده يبدأ ان هو ينزل كمان تاني شوية. فاحنا هننتظر فيه شوية. بالنسبة للسبيد ميديكال نستنى حبة فيها. هنشوف اسك زي ما كنا موضحين، واضح انا مش محتاج اتكلم، كان متحلل قبل كده وقلنا ان هو في مرحلة هبوط، محدش ياخد فيه دلوقتي اسهم، استنى شوية. طب انا معلش انا هرجع تاني بس عشان في ناس هتقولي طب نبيع ولا ما نبيعش والكلام ده. يعني انا شايف ان هو الفترة الجاية وارد انه يحصل له هبوط قوي، يعني ما بشجعش حد ان هو ياخد مني توصية، لاني انا ما بديش توصيات، انا بديك وجهة نظري التحليلية يعني. بس لو انا مش هستنى، انا عندي شمعة بيع على الشهري قوية جدا اهي، بتكافئ شمعة الشراء اللي كانت حاصلة، معنى كده ان هو وارد جدا ينزل بنفس القيمة. وده اول تحليل الاستوكاستيك اوفر بوت، اكتر الناس اللي اشترت فوق خلاص خلصت، ده تقريبا اعلى مناطق السعر وصل لها، يعني واحدة من اعلى مناطق السعر وصل لها قبل كده. وارد جدا يعمل ريتريسمنت او تصحيح، وده كنا محللينه قبل كده. هتفتح الاسبوعي هتلاقي الاستوكاستيك بدأ بالفعل رحلة الهبوط، بدأ يبان اشارات على الفريم الصغير. طبعا الاشارات اللي على الفريم الصغير مش باينة قوي على الكبير، لان الكبير بياخد شوية وقت على ما الاشارات تسمع فيه، فهو بتبان اكتر على الفريم الصغير، فبدأ هو يديني رحلة هبوط واحنا كلنا محللينه قبل كده. طيب هنشوف الاهلي للتنمية. هنحاول نخلص كمية كبيرة على قد ما نقدر في الفيديو ده، لان احنا معانا كمية ضخمة شوية من الاسهم اللي انا ما بفضلش الشراء فيها. طاير اهو، ادي المنظر اللي عندي، ادي المنظر اللي عندي اهو طاير. نفتح بقى فيلم صغير كده ونتفرج. احنا نرسم ده قناة، احنا لسه في ماركت رينج الصعود، احنا لسه في ماركت رينج الصعود، ولكن انت في اخر الترند او في اخر الاتجاه. ممكن يعكس من هنا، ممكن يكمل، بيبقى الاحتمالات مش دقيقة. عشان كده ما بحبش الحاجات اللي بتبقى طايرة قوي دي، ما بحبش الحاجات اللي طايرة قوي دي. ولكن لو كسر عندك سعر 29 مثلا، نقول 29,400 عشان تبقى في الامان. لو كسر عندك 29,400 لهبوط، غالبا هو هيهبط له حبة حلوين، يعني على المدى البعيد هو كويس، لكن ما حدش يشتري من هنا، ما تشتريش بالغالي، دايما اشتري، بص اشتري من هنا، اشتري من الرخيص، اشتري من العشرينات، اشتري من الكلام ده، ما تشتريش من الغالي. كل اللي اشترى من هنا بيبيع دلوقتي، مش هقعد مستنى معاه العمر كله. انت فاهم غلط، انت فاهم الاستثمار غلط، محدش بيعمل كده، محدش بيستنى العمر كله مع الحاجة يعني. في ناس بتسيب جزء، يعني انا شخصيا ممكن اسيب جزء كده بتاع مش عارف ايه، لكن ما بنفضلش العمر كله مع السهم. احنا يعني عارفين ان في تقلبات بتحصل في السوق، فبنحب ان احنا نضمن فلوسنا يعني. هنفتح اي دي بي ام،
المنظر العام مبشر. ده حلو ده. ده كويس ده كويس. السهم ده يا جماعة حلو قوي على المدى القريب والمدى البعيد. السهم ده حلو على المدى القريب والمدى البعيد. تشتري امتى بقى؟ كلمة السر بتاعتنا تشتري امتى؟ لما القناة دي تتكسر. ما تستعجلش عشان يصعد هتلاقيه طلع ونزل وطلع ونزل، يعني مش هيكسرها مباشرة. ما تستعجلش، اصبر شوية عليه. فده كويس على المدى القريب وعلى المدى البعيد. كويس على المدى القريب والمدى البعيد. فدي من الحاجات الكويسة. طيب MFBC كنا محللينه قبل كده، يعني خلاص بقى مش عايز اتكلم يعني. بص، يعني انا كأن انا اللي ممشيه. ده تحليل قديم، ارجع لفيديوهاتي القديمة واتفرج. بص، انا دي اخر حاجة احنا رسمناه، قلت لك هينزل وهينزل تاني. شايف اعمل لك اهو دبل توب، نموذج فني اهو. هنتكلم عن النماذج الفنية في الكورس اللي هنعمله ان شاء الله. كورس مجاني بالكامل يا جماعة. احنا مش ما بنعملش الكلام ده عشان يعني نبيعه بتاع. انا بقول لك يعني ان ده هنتكلم عنه بعد كده. قمة بتساوي قمة، وقاع اتكسر، انت واتجاه عام هابط، هتستنى ايه تاني غير هبوط؟ اللي بعده ده اللي احنا قلناه اهو. وفي مرحلة صعود، ولكن في تصحيح هيحصل الحبة الجايين. اللي عايز يشتري لما القمة دي تتكسر، او لما دي تتكسر أأمن عن سعر 12.2. أأمن حاجة يعني. حلو ده حلو. خلينا نشوف بس على المدى البعيد. حلو، ده كويس. مدى قريب وبعيد ده كويس. مدى قريب وبعيد. طيب حلو كاستثمار ومضاربة يعني. نشوف مصر الأسمنت. ده شكله طاير في الهواء الشاشي، وانا مبحبش الحاجات الطايرة دي. الحاجات الطايرة دي. انا عن نفسي انا استنى لما ينزل لي هنا. نزل ما نزلش مش عايزه، لان انا عارف ان هياخد مننا زي ما بيحصل مع كل الناس، ويرجعوا بعد كده يقعدوا يصوتوا ويقول لك اول ما اشتريت نزل عليا، ده في حد قاعد مراقبني. لا يا حبيبي، مفيش حد قاعد مراقبك، انت بتشتغل غلط. دي منطقة اهي كانت منطقة دعم، السعر بينط منها اتكسرت فتحولت لمقاومة، فالسعر هيوصل عندها لازم هينزل. يعني ده ألف ب تحليل يا جماعة. اللي أنا بحكيه ده دلوقتي ده ألف ب تحليل. أنا ما أخش طب افرض كمل وبتاع، لا، مع نفسه. أنا مش عايز، أنا ما بخاطرش بفلوس يا جماعة. أنا مش لاقي فلوسي في الشارع عشان أقعد أخاطر بيها. طيب النساجون برضه من الحاجات اللي اتطلبت بصفة مستمرة. النساجون ده كنا محللينه برضو، قلنا ان هو طاير اهو. طيب نفتح الفيلم صغير وهو صاعد، طبعا اتجاه صاعد. نفتح بقى الفيلم الصغير كده ونتفرج. شايف المنطقة دي لما السعر ينزل ويرجع ويكسر لي سعر 18 بوينت 5، لما يكسرها ابقى اشتري ده لو عايز. ولكن انا ما بفضلش الحاجات الطايرة دي. واستهدافك هيبقى لمنطقة مثلا 19.5. ده استهدافك. ممكن يكمل، ممكن كالعادة زي ما قلنا الاتجاه مستمر إلى أن يثبت العكس. ولكن أنا مبخشش في حاجة طيبة، أنا بشتري من تحت. احنا بنشتري قيعان يا جماعة، ما بنشتريش قمم. بنشتري قيعان ما بنشتريش قمم. المصرية للاتصالات طاير، ما بنشتريش قمم يا جماعة. طاير يا جماعة، طاير ده طاير. مستمر مستمر، لكن انا مشتريش فيه. بص كده، شايف المنطقة اللي حاصل عندها ديول دي؟ شايف الحتة دي؟ شوف السعر احترامها كم مرة. هيحصل حاجة من الاتنين، يا يجي في مرة ويكسرها وساعتها استهدافك هيبقى قد المنطقة دي. شايف المنطقة دي كده؟ ثانية معلش.
يعني استهدافك هيبقى عند سعر 42 مثلا راوند نمبر، ده لو كسرها يا اما هيقعد لسه يتلقلق شويه كده ويهبط. طيب تحليلي لايه؟ نفتح الفيلم الصغير ونشوف. هو لحد دلوقتي انا بالنسبه لي صاعد، لحد اللحظه دي انا بالنسبه لي هو صاعد، لسه ما عمليش اي اشاره انعكاسيه. يكسر القناه دي مع وجود منطقه المقاومه اللي فوق دي، يبقى انا بالنسبه لي لسه هينزل لحد هنا على الاقل، على الاقل. طب نزل لحد هنا وعمل لي اشاره انعكاسيه زي هنا دي، بص المنظر ده اهو، شايف المنظر ده كده؟ شايف كسرة القمة دي اشارة انعكاسية، شايف كسرة القمة دي، كسرة القمة دي، شايف القمة دي كسرتها دي اشارة انعكاسية، شايف كسرة القمة دي، دي القمة دي اشارة انعكاسية. لما ينزل لي بقى هنا يا حبيبي اهو، ما ينزل لي هنا ويعمل لي اشارة انعكاسية زي دول مع وجود دعم، اقول انه ممكن يصعد. ولكن في كل الاحوال انا ما احبش الانواع دي من المضاربات. واستثمار برضو انا ما اضمنش ان هو يشتري ويفضل قاعد عليا يقعد يهبط بالسنين. طب وليه ما اخد في حاجه تطلع على طول؟ يعني هشتري في شركه هتصعد على طول وافضل بتفرج على الارباح وهي بتصعد. في ناس تقول لك اشتري وبتاع وكده، ولا كده انا بستثمر. ماشي بتستثمر، طب ما تاخد حاجه سعرها رخيص وتتفرج عليها وهي بتطلع، ليه تستنى سنتين على ما ينزل وسنتين على ما يطلع؟ يعني مش منطق بصراحه، مش منطق. طيب سي او بي ار او كابر او كوبر. بص بداية إشارة انعكاسية، بداية لو كسر دي هيهبط له حبة، ولكن هو جاي كعكس اتجاه. يعني هو كان أصلا هابط وبدأ يعكس اتجاهه، كان هابط أصلا وبدأ يعكس اتجاهه. أنا المنظر ده ما اشتريش فيه قوي إلا لو استثمار، دي الحالة الوحيدة اللي اشتري فيها. ليه بقى؟ أقول لك. طب ده جاي من هبوط عنيف، نشتري فيه ازاي ده؟ بص مفيش حاجة اسمها الشركة تبقى بزيرو، الشركة أصلا بوينت 3 اهي، شركة بوينت 3 هتبقى بصفر يعني؟ خلاص انت كده ولا كده الحتة دي انت بتاخدها، عارف انت اللي هو ايه، اكسب منهم اي حاجة وخلاص. فهنا انت لو ما كسبتش مش هتخسر، يعني عارف انت يعني دي لعبة كده معضلة مختلفة شوية عن كل الحالات اللي احنا اتكلمنا فيها. فحاجة لطيفة هو ينزل اللي انا شايفه. بص ستوكاستيك اهو جاي من فوق، هو لسه ما نزلش بس هو جاي من فوق، وده لسه ما كسرش بس هو جاي من فوق وعامل لي قيمتين قد بعض، فهو احتمال ينزل حبة، يعني ممكن يوصل لحد بوينت 3.2. عايز تشتري كده حاجة وترمي بقى للزمن، طلع ما طلعش خلاص، ممكن تحط فيه حاجة بسيطة كده على جنب وتستنى مثلا يجيب لك يوصل ل 3 جنيه ولا حاجه، اللي هو 10 اضعاف فلوسك وهو بيع. وطبعا يديني ويديك طول العمر، لكن هي طريقه صح للاستثمار في الحاجات اللي هي الواقعه قوي كده. بس انا برضو ما بحبش الحاجات اللي هي جايه من فوق. عارف لو المنظر ده حاصل وهي لسه الشركه بتبدا اقول لك ماشي، لكن جايه من فوق وقعت، دي حاجه مش مقلقه شويه يعني. طب كفايه علينا، كفايه علينا النهارده كده عشان الفيديو ما يطولش. محبش الفيديو يزيد عن تلت ساعه. ونكمل الدفعه الاخيره في الفيديو بتاع بكره ان شاء الله. ما تنسوناش في التفاعل يا جماعه، ما تنسوناش في التفاعل، محتاجين تفاعل يكون موجود. يعني انت مش تخسر حاجه لما تدوس لايك وبتاع يعني. محتاجين تفاعل. شاكر لكم جدا، باي باي.